انا مهمتي ان انا اهدي الناس واطمنها. مهمتنا تهدئه الناس وتطمينهم. احنا مش لازمين نسخن ولا نولع ولا نقطع ولا نضرب، الكلام ده منظور. وانا بقول لك بتحمل مسؤوليه، انا مش لازم اضرب حد، انا معيش اختيار، انا معايا سلاح. كل الجزم اللي في السلاح لو سمحت الضباط، لو سمحت يا فندم متاكد كل الجزم اللي في السلاح بتنزل، متاكد وفتش في المركبه حته حته ان مفيش طلقه حيه موجوده في المركبه ولا كلام. كل الجزم اللي معانا وانا طلبت الدكتور، انا عايز بس اللي قدامي يقف يسمعني. لما بيسمع طلقه الشنك طالعه بيقف، انا عايز يقف يسمعني ويبقى في لغه فرق بينه وبينه وحد القصه. انا عايز افهم لا انا اطفال وسايق سرحان عنده مشكله، الواحده ساعات بيبقى بتركبه مشكله معينه يجي ممكن تبقى عيله يجي يعني من كل التفكير والغرض والشد والجزء والمهانه خلي البني ادم يعمل وقت ممكن يبقى مش واعي انها تضر المجتمع بحاجه، لكن هو له نظره هو بس، هو فاكر انها بتضر لوحده. يعني البني ادم الغضبان ده فاكر غضبه لنفسه بس، لكن لما انا غضبان وانت غضبان وده غضبان وده غضبان ونحن كلنا انا مش واعيين برضه ان في مجتمع حوالينا وفي بلد في الخطار محدش بقى وانا جاي هنا مهمتنا كان تحقيق المتظاهرين اللي عايزين توصيل ده تحقيق عايز يطلع صوت في اراضي سياسيه، احنا مالناش دعوه احنا ناس حماة الوطن فقط وما عندناش اوامر من الدعم، مفيش منكشه حد ان شاء الله ما ينتهي، الله اعلم ينتهي بقى مع يوم القيامه ينتهي. ما عندناش اوامر لضرب بني ادمين بشر في الشارع. حتى احنا في التبادل الشغب ولا الكلام اللي اتقال قبل كده ما كانش عندنا اوامر ضرب، كلها ميه وبتاع رصيد عشان تهدي اللي قدامك بس ضرب الضرب اللي جواه وتسمعك تعرفه او يبقى في لغه حوار بيننا وبين بعض، لكن ما يقتضاش يضرب نار. النار لو قابلت نار هتولع في المكان، لو النار قابلتها نار يبقى المكان ومصر يولع. فاحنا مش قادرين نولع مصر. احنا مهمتنا مهمه ثانيه واعتقد علينا فيه ان شاء الله بنتابع على حاجه. والرسول قال ان احنا في رباط الايام، احنا في رباط الايام، لكن ما حدش قال ان احنا في حرب اهليه ما حدش بنحاربها اهليه ولا اهليه هي بنتفتح. انا اخويا بنتفتح اخويا مش اخويا النفسي ولا اخويا الفكري، لا اخويا شيء محمد عبد العزيز وانا بنتفتح اخويا بنتفتح. انا ما اروحش مع اروح النهارده اخويا هينفع اروح اضربه فهي نفسه قريبنا برضه ممكن ما تعرفوش، ما تعرفش مين هيجيب لك دلوقتي الانسان غضبان وعنده فكر وعايز يفهم. في ناس نازله التحليل عايزه تفهم ايه اللي بيحصل، في ناس مش فاهمه، في ناس نازله مش فاهمه عايزين يعرفوا ايه اللي بيحصل.